بسم الله. بيبتدي الملخص النهاردة عزيزي المشاهد بأختين، أبي وبيث، وهم في الجنينة بتاعت بيتهم. بيث بتكون بتقص الورد الدبلان، أبي تقول لها سيبيه عشان يتعافى ويرجع يتفتح تاني، لكن بيث تقول لها لأ، الأفضل أقطفه كده أحسن من إن أسيبه يموت. بعدها تديها بطاقة فيها وردة من الورد اللي قطفتهم. بعد مدة نشوف بيث وهي مريضة بالسرطان ومحتاجة فلوس كتير عشان تتعالج. وقتها أبي تقرر تغير شغلها لشغل أخطر عشان المبلغ اللي هيدفعه لها كبير ويسد تكاليف علاج بيث. بينتقل المشهد ونشوفها وهي بجبال القوقاز بتشتغل باحثة عن اليورانيوم لأنها خبيرة بيولوجية. ولما تخلص شغلها تروح للمدير وتطلب منه سلفة، بس المدير يقول لها مفيش سيولة. في اليوم التاني نشوفها هي وزميلها وهم بيكملوا أبحاثهم كالعادة، ولما ملقوش حاجة أبي تبص على الغابة وتقول لزميلها يدخلوا يمكن يلاقوا حاجة، بس هو يرد ويقول لها ده خطر وكمان ممنوع يدخلوا. ولما تلاقيه خايف تطلب منه يديها البندقية وتدخل هي لوحدها. بعد ما تدخل أبي الغابة تبدأ تتجول وتعجب بالمناظر اللي هناك. ساعتها تقرر تعمل دراسة للتربة جوه الغابة. ساعتها تلاقي حجر أسود فتاخده معاها على البيت، ولما توصل البيت تطلع الحجر وتبدأ تدرسه. وقتها يديرها تليفون من أبوها ويقول لها إن أختها طلبت منهم القتل الرحيم عشان مش قادرة تستعمل الوجع والمرض مؤثر عليها كتير. أبي تطلب منه يستنوا شوية يمكن العلاج يجيب نتيجة، وتقول له إنها لقت كنز هيخليهم أغنياء. لكن أبوها يقول لها إن أختها مش بتستحمل الوجع. أبي تقول له إنها راجعة البلد وتطلب منه ما يعملش أي حاجة لحد ما توصل، بس فجأة الكهرباء تقطع. فتلم حاجاتها بسرعة وتطلب من زميلها سيرجي يوصلها المطار لأنها راجعة البلد وممكن ما ترجعش تاني. توصل، تركب الهليكوبتر، وقبل ما تطلع تودع سيرجي. ولما الطيارة تطير ويوصلوا منطقة اسمها أوسيتيا، الطيار يعرفها إنه كبر فيها، بس الروس أخدوها من 15 سنة بعد ما استعمروها، ويقول لها إنه يحب يعدي عليها عشان بيفتكر أيام طفولته هناك. وقتها ينزل شوية من ارتفاع الطائرة عشان أبي تتفرج أكتر وتشوف المناظر الطبيعية. بعد شوية يمر سرب طيور قريب جدا من الطيارة ويخبط في المحركات ويعطلها. الطيار يحاول يسيطر على الطيارة وينزل بيها بسرعة. ساعتها نشوف فلاش باك لأبي مع أبوها وأختها وهي بتوعدهم إنها هتشتغل وتجيب الفلوس. بعدها الطيارة تتصدم وتفقد الوعي، ولما تفوق تلاقي الطيار مصاب فتحاول تسعفه. أبي تتخض وتطلب المساعدة لكن مفيش رد. ترجع للطائرة وتجرب جهاز الإرسال بس مش شغال. تاخد الخريطة وتحدد مكانها وتلاقي إن أقرب مدينة على بعد 60 كيلو جنوب. تولع نار عشان تتدفى وتنور المكان. في اليوم التاني تروح للطيار وتحاول تغير له على جرحه، بس للأسف يموت. أبي تنهار وتعيط لأنها بقت لوحدها يومين في الغابة، وبعدها تقرر تتحرك عشان ما تموتش هناك. تجهز كل حاجاتها وتجرب تتصل لكن الشبكة مقطوعة. فجأة جهاز الإرسال يشتغل وتجري عليه لكن البطارية تخلص. تدور في الطيارة وتلاقي مولد طاقة وتشحن الجهاز، ولما تشغله تسمع صوت شخص فيرد عليها واحد ويقول لها إنه سمعها. أبي تفرح وترجاه يساعدها، بس تتصدم إنه زيها وقعت طيارته وهو بيستخدم الجهاز عشان يطلب المساعدة. أبي تنهار لكن ترجع تتمالك نفسها وتطلب يقابلها عشان يساعدوا بعض. هو يوافق ويقول لها إنه جنب النهر، لكنها تطلب يجي هو، يرد إنه عالق وسط الصخور. أبي تقول له هجيلك أنا وساعدك. يسألها عن اسمها وتقول له أبي، وهو يعرفها بنفسه جون. من هنا تبدأ تمشي ناحيته، وفي الطريق يحكي معاها ويسألها عن وجودها في المكان، فترد إنها بتحب الصخور وجت تدرسها. جون يفهم إنها بتدور على اليورانيوم ويقول لها أنت عايزة تصيري غنية بسرعة. أبي تحكي له عن أختها باث المريضة بالسرطان وإنها محتاجة فلوس. في الطريق تلاقي شلال ومن وراه يظهر ظل أسود بيتحرك. تكمل لحد ما يجي الليل فتولع نار لكن المطر يطفيها. تمسك الحجر الأسود وتلاقيه بيتشكل ببصمة إيدها. جون يقول لها إن العلماء بيلاقوا علاج للسرطان من الصخور. أبي تتفاد وتحاول تغير الموضوع. تاني يوم تكمل طريقها وسط التلج. جون يشجعها فتقرر تتسلق جبل لكنها تقع أكتر من مرة. جون يقول لها ترجع وتسيبه لكنها ما تستسلمش وتقرر تكمل. لما توصل للقمة تقول لجون إنها تعبانة. ساعتها يقول لها
انت هتقعي، وينطفي الجهاز اللاسلكي. لحظتها تتذكر أبي الحجر وتطلعه، ونشوف إنها تقدر تشكل الحجر وتخليه زي حبل تسلق، وترجع تتسلق الجبل لحد ما توصل للقمة. ساعتها تشوف طريق من الحجارة فتكمل طريقها. بعد شوية ترجع إشارة الإرسال وتسمع صوت جون، فتبهدله على كلامه اللي قاله لها عليه بعد ما عرف إنها كانت هتقع، وتخبره إنها قدرت تطلع وهي بخير لعلمه، وتكمل تقول له إنها خلاص رح توصل للمناطق الروسية وهتطلب منهم المساعدة عشان ينقذوها. بس جون يطلع سافل ويخوفها بإنهم لو شافوها في منطقتهم هيقتلوها. وقتها أبي ما تنتبهش للطريق، فتطلع من فوق وتتصفي رجلها، بس تعافر مع نفسها لحد ما توصل لقرية صغيرة، وعلى طول تدخل أول بيت قريب ليها وتبحث فيه على أي حاجة تاكلها، بس ما تلاقيش حاجة. بعدها تطلع شنطة الإسعافات وتبدأ تعالج جرحها وتنام وهي تفكر في آخر لقاء ليها مع أختها. فجأة تسمع خطوات وتعرف إن في شخص جاي ناحيتها، ولما يوصل يدخل للمكان اللي مستخبية فيه، وبسرعة تطلع مسدس وتقوص عليه في رجله، فينادي عليه زميله. بعدها تثبته مكانه وتاخد شنطته وتفتحها، فتكتشف إنه جواها حجر أسود، ولما تشوف جهاز اللاسلكي تعرف إنه هو جون اللي كان بيكلمها، ويقول لها أنت عايزة تشوفي أختك تاني؟ وقتها تعرف أبي بإنه كان يستدرجها، فتعمل معاه صفقة بإنها تخليه يعيش، بس بشرط إنه يوصلها للمكان اللي جو هو ورفيقه منه. بعد شوية نشوفها وهي سنداء وبيتحركوا ناحية القربة البحرية بتاعته، بس هو ما كانش قادر يمشي بسبب الرصاصة اللي أطلقتها عليه أبي. لحظتها أبي تفكر تتخلص من الحجر الأسود ده لأنه كان نحس عليها وترميه. بعدها تطلب من الشخص ده يتشجع كده ويتحمل لحد ما يوصلوا، لأنهم لو فضلوا في المكان ده فهيكونوا في خطر. بعدها تديله عصاية عشان يقدر يقف ويسند عليها. تسبقه أبي وتبدأ تمشي، وكل ما مشيت ترجع تطمن إنه وراها عشان ما يتوحش منها أو الجليد ما يتكسرش بيه. وده اللي حصل فعلا. لما تستدير عشان تطمن إنه وراها ما تلقيهش، فتعرف إنه وقع في البحيرة، ولما تكون تدور عليه هو كمان يتكسر تحتها الجليد وتقع، بس تفضل تقاول لحد ما تطلع وتنقذ نفسها. بعدها تبدأ تصرخ وتطلب المساعدة، يمكن يسمعها حد، بس ما تقدرش وتقع من شدة التعب وقلة الأكل. بعدها تسمع صوت جومي اللاسلكي وهو يقول لها إنه عارف إحساسها بكل اللي وقعت فيها هي دلوقتي، لأنه مر بالمراحل دي من القبل. ساعتها أبي تتعصب وتفك الجهاز وترميه بعيد، بس جون بيكمل يحكي، وبس أبي خلاص جابت آخرها وبدأت تهلوز بأختها تيس. بس بعد شوية تفوق لما تسمع صوت الطيارات، فتقوم بسرعة وتروح ناحية صوت الطيارة، بس أبي ما قدرتش تكمل وتقع جوه مغارة فيها مية ومليانة جثث، ولما تشوف الجثة اللي جنبها بنعرف إنها بتاعت جون. بعد شوية نلاحظ حاجة سودة بتقرب لجسمها، وبعد شوية نشوفها قامت من تاني وتلاقي نفسها مكان ضلمة، وتفضل تسمع صوت جون حواليها وهو يقول لها إزاي قدرتي تعملي كده، وتتفاجأ أبي وقتها بالحجارة السودة وهي بتطير حواليها. بعد شوية يتكون كائن قدامها ويقول لها أنت أول ما لمست الحجر صرتي ملكي، وبكده نكتشف إن الحجر ده ملعون، وكل واحد يطمع إنه ياخد الحجر ده يظهر له الكائن ده لحد ما يخلص عليه، ويخيرها إنها تندمج مع الحجر ده أو إنها تموت، ويقول لها إنه عايش كده من حوالي 60 سنة وهو قرر يمنحها الميزة دي. بس أبي تخاف وترفض وتقل إنها مش عاوزة أي حاجة منه غير إنها تطلع من هنا ويسيبها ترجع بيتها. وفجأة تلاقي نفسها جوه بيتها. أبي تقول له إنه مش هيوقعها في الفخ ده تاني ومش هتستسلم ليه أبدا، وقال لها أنت لو وافقتي هتقدري تحققي أحلامك، ولكن ده لازم موافقتك عشان تقدر نعمل عيلة أنا وياكي. وديكي رجعت لبيتك، واختك بث فاقت من مرضها ورجعت احسن بكتير، ولما تشوفها تروح تجري ناحيتها وتشوف انها رجعت بصحتها وعافيتها واحسن. بس فجأة بتقوم من النوم وتلاقي اختها واقفة وتقول لها يلا جهزي الاطباق عشان يلحقوا يتغدوا، بس قابت تحضنها جامد وهي تبكي وتقول لها انها كافحت كتير عشان ترجع تاني، بس تحس ابي ان في حاجة مش طبيعية. ساعتها تكلم تس وتقول لها انها هترجع تاني وهتحاول بكل طاقتها ومش هتستسلم، وتروح ناحية الباب ولحظتها ينادي عليها جون ويسألها رايحة على فين. ساعتها تشوف الجهاز الإرسال، وجون بيكون بيحاول يقنعها بإنها تبقى جوه البيت عشان ما تتجمدش بره، بس أبي تمسك الجهاز وتعرفه بإنها رافضة تكون معاه، مش هتستسلم لأوهامه دي. ساعتها تتكلم بيف وتقول لها ما تسيبينيش، بس دي مش أختها الحقيقية، ده كان وهم عمله الكيان عشان يضعف أبي وتفضل معاه. أبي ما تقعش في فخه وتفتح الباب وتطلع.
ساعتها نشوف طيارة وينزلوا ياخدوها على المستشفى. بعد كام يوم من العلاج تقوم تلاقي نفسها في بيت ما تعرفوش. فجأة يطلع لها السيرجي ويعرفها بكل اللي جرالها. بعدها تطلب منه يوصلها المطار عشان ترجع لبيتها، والمرة دي توصل فعلا ويكون أبوها مستنيها هناك، وتدخل البيت وتشوف أختها وكانت بتحتضر وتحت تأثير المخدر. وتيجي الممرضة وتقول لها إن أختها ما بقلهاش كتير وتموت، فبتزعل كتير. بعدها تخلي أختها تنام وتروح لأبوها وتواسيه، ترجع تنام جنب أختها، وبكده يخلص ملخصنا. استنونا في ملخص جديد، وما تنسوناش باشتراك ولايك وتعليق منكم. يلا سلام.